يا مساء الخير. انا يحيى هعمل لكم النهارده الكشري المصري بطريقه اقتصاديه. في كام تريكايه كده هنتعلمهم مع بعض، خصوصا في العدس والحمص، عشان الكشري ما يوجعلناش بطننا. وهو ده الفرق اللي بيخلينا ناكله من بره وبيوجع لنا بطننا وبيتعب لنا القولون، من ان احنا نعمله في البيت بطريقه صحيه بطريقه نظيفه. كل حاجه معموله بنظافه، الطماطم مغسوله متقطعه ومعمولة السليمة منها، مش زي ما المحلات بيقلبوا كل حاجة في قلب بعض في الخلاط وبيطلعوها. وكمان عملنا الدقة بطريقة المحلات. اولا هنا معانا العدس بيتنقع لمدة ساعتين في مية مغلية، اللي بيخليه الرغوة اللي على الوش اللي انتوا شايفينها دي حاجة اسمها الفايتك اسيد، تمام، او حمض الفايتك. وكذلك في الحمص، حمض الفايتك ده هو اللي بيتعب لنا القولون وبيتعب لنا معدتنا لما بناكل الكشري ده من بره. شايفين الرغوه اللي على الحمص دي؟ احنا في غنى عنها، تمام. هنا في حله كبيره على النار حطينا زيت وسخناه، وبعد كده حطينا الشعريه وهنقلب لحد ما الشعريه تحمر. وهنا كانت احمرت شويه، هنحمرها كمان شوية عشان تطلع بلون كويس. هنا كانت احمرت وبقت لونها ذهبي، هنروح نازلين بالرز، وبعد كده طبعا المكرونة المقصوصة، وهنقلبهم تقلبتين على النار، رز مع شعرية مع مكرونة مع بعض. هنا كنا حطينا المكرونة الاسباجيتي. طبعا المكرونة الاسباجيتي بنقسمها نصين، لازم عشان الكشري نقسمها نصين. وهنحط مية مغلية، اوعى تنزل بالمكونات دي اللي فيها كمية النشويات دي بمية ساقعة، لازم مية مغلية بتغلي على البوتاجاز. هنحط مقدار المية هنغطي بيه الحلة كلها. طبعا هنا نزلنا بحلة فيها زيت على النار بمعلقة توم مفرومة، هنستناها لما تحمر وتصفر كده وتاخد اللون الذهبي بتاعها عشان ننزل بيها على الطماطم. طبعا الكشري يعني صلصة، فلازم نهتم بالصلصة بتاعته. هنا كانت التومة اصفرت، هننزل بالطماطم بتاعتنا. نزلنا اهو بالطماطم كلها. وطبعا زي ما انتم عارفين ما ينفعش اعمل صلصه من غير ما احط معلقه السكر بتاعتي اللي بنقضي بيها على الحموضه بتاعه الصلصه، وبعد كده معلقه الخل بتاعتي اللي بقضي بيها على حموضه الصلصه. هنا في طاسه حطينا زيت نضيف، هننزل بيه على البصل طبعا كنا مقطعينه طرنشات وحاطينه معلقتين نشا. سر القرمشه بتاعه البصل او الورد اللي في محلات الكشري هو النشا. الصلصة هنا كانت اتسبكت التسبيكة بتاعت محلات الكشري، ما بنسبكهاش قوي، بننزل بيها بالتوابل. التوابل دي عبارة عن كزبرة ناشفة، عبارة عن كمون، عبارة عن شطة، عبارة عن فلفل اسود وملح ومرق الدجاج، وكمان معاهم ربع معلقة ورق لورا. وهنا طبعا كان البصل اتحمر، دي اول رصة طلعت من البصل. طبعا هنا الصلصة بعد ما نزلنا عليهم بخلطة التوابل. وعلى فكرة الورق اللورا بيدي طعم للصلصة زي المحلات بالظبط. هنا طبعا كانت مية مغلية نزلنا بيها بمعلقة توم وسبناها تاخد اول غلوة، بعد كده نزلنا بالخل، وبعد كده حطينا التوابل عبارة عن كمون وملح وكزبرة ناشفة بس. كده دقة المحلات كمون وملح وكزبرة ناشفة، والمية تكون مغلية عشان التوم يستوي وبس.